ازيكم يا حبايب ام بوسي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. ونبدأ الكلام، ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاة والسلام. الفيديوهين اللي فاتوا كانوا تعريف لنا انا وشقتي. النهارده بقى فيديو اللي فات حمادة، واللي جاي حمادة تاني خالص. بدأنا في الجد. دي مشتريات اشتريتها من السوق. دي أول تسويقة عشان اللي جاي جد بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. السمك دون أنا جبته، كان عامل جبت ال6 كيلو، اللهم صل على النبي، ب300 جنيه. دول 6 كيلو جايباهم. والبغة الصغننة دي كانت طبة ميزان، كان مفيش سمكية صغيرة تكملي الميزان فحطتها لي. دول 6 كيلو. قلت بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. قلت اللهم صل على النبي، هعمل 3 مشوي و3 مقلي. السمك دون اللهم صل على النبي عامل 50 جنيه. جبت ال6 كيلو ب300 جنيه. بس بسم الله ما شاء الله، هو طالع صغير في الكاميرا. دي بسارية. دي انا جايبه 2 كيلو، كانت بتقول لي الكيلو ب30 جنيه. جبت الاتنين كيلو ب50 جنيه، يعني الكيلو ب25. بس حلوة مش صغيرة، معقول. هي الحاجة غالية أصلا. جبت ال2 كيلو على 50 جنيه، بس حلو. البسارية دي بقى أخلي الكيلو. أنا أصلا ما بحبهاش مقلية. يعني عندي مشط السمك كده سلسلة الظهر بتكون فيها لحم للعيل. دي ما بتبقاش العيل ما بيشبعش منها. بس قلت اما اجيبها اخللها. بس بصراحة انا قليت منها كيلو وخللت كيلو. نضفت كيلو كده، هنخلله بردك مع بعضنا كده. بس بسم الله ما شاء الله، حلوة بردك. نيجي بقى للتفاح. التفاح دون جايباه من واحدة، وقفت اشتري منها طماطم. لقيت قدامها بطاطس وطماطم وتفاح. وانا بنقي البطاطس الطماطم وانا بنقي الطماطم، قعدت تقول لي ما تاخدي. هي قالت لي الاول في ناس في السوق قدام قالوا لي على 30 جنيه. انا جيت اسالها عليه بقى، قالت لي ده ب25 جنيه. بسم الله ما شاء الله، يعني اللهم صل على النبي. قلت لها هاخدهم كلهم في بعضهم كده. بس بسم الله ما شاء الله، لا فيها ضربة. كله حلو. خدته على 20 جنيه. اللهم صل على النبي. طلعوا 7 كيلو ونص، عملوا 150 جنيه. 7 كيلو ونص على 20 جنيه. بس هي حسبتهولي كده ليه بقى؟ علشان خدتهم من قدامها كلهم. كان السوق تقريبا كانت الساعة الظهر الدن. والناس بقى يعني يعتبر ده في أواخر السوق. يعني الناس بيوافقوا بأي كلمة بتقوله. الليمون دون من صالح أنا قلت له دي أول تسويقة ليا هطلعها على القناة بتاعتي. أنا بحب الليمونة الخضراء أصلا، بتعيش معايا. كمني بجيب كمية. أنا ما بتسواش كل أسبوع أصلا. يعني ممكن أقعد 3 أسابيع شهر. بحب أجيب، يعني بحب الخير يبقى في بيتي. أنا الكلمة دي في بقي على طول. الحاجة في البيت أحسن من الجنيه في البوك بتاعي. الجو يشتي. كان يومها الجو حر، الجو ساقعة. كان يوميها الجو ساقعة. فقلت عيالي قعدوا يقولوا يا ماما الجو ساقعة. كنا يوم الأربعاء، الجو هوا والجو ساقعة. يا ماما الجو ساقعة تقلي. يا ماما ما تخرجيش، الجلابية هتطير وانت ماشية. فقلت لهم وافرضوا الدنيا شتيت، الشقة تبقى فاضية. الشقة ما كانش لا فيها ليمونة ولا قرن شطة ولا أي حاجة ولا طماطماية. قلت البسي، قومي يا بنتي البسي يا ام بوسي. كان معايا مين بقى؟ ادهم البومه. كانت ايديه وجعاه. يعني التسويقه دي ناقصه. يعني انا ما جبتش كل حاجه عايزاها برضك. دي شطه بقى، دي جبتها كانت بتقول لي ب10 جنيه. خدت الكيلو وربع ب10.
خدت الكيلو وربع ب10، خدت منها 3 كيلو من الكبيرة دي. أنا جايباها خللها، هنخللها مع بعض إن شاء الله. خدت 3 كيلو، وخدت كيلو إلا ربع من الشطة الرفيعة دي، القرناطي دي بتبقى حامية، جايباها للسلطة. الكبيرة دي بقى أنا جايباها للتخليل أصلا. أنا ما بخلي الليمون ما بياكلوش الليمون، بيقعدوا ينقضوا الشط. بقعد أقول لهم يعني أنا جايبة الليمون هرميه؟ طب ما عنتش جايباه أصلا. عنت بجيب لهم الشطة بس بخللها لهم. بجيب 2 كيلو خليلهم على قد كده يخلصهم، أجيب غيرهم. الكزبرة دي بقى جبت الاتنين بجنيه، وجبت ربطتين الجرجير بجنيه برضك. يعني دول بجنيه ودول بجنيه. أنا جايبة 3 ربط تقريبا جرجير. كملنا في آخر السوق الحاجة والله، والجو كان ساقع أصلا، الناس عايزة تقوم تروح. فبسم الله ما شاء الله. أنا على فكرة أنا مش متسوقة التسويقة دي عشان قناة أو كده. أنا أصلا تسويقتي دي العادة بتاعتي. يعني ما بجيبش كيلو طماطم بس، أو أنا بحب أجيب كميات كده. ليه بقى؟ أنا ببقى قاعدة في شقتي، بحب الخير كله في شقتي. يعني لا احب اخبط على واحده اقول لها هاتي ليمونه، ولا واحده هاتي لها قرن شطه، وما احبش كده. انا نوعيتي كده، انا بحب الخير يكون في شقتي، وربنا يجعل الخير في بيوتنا كلنا يا رب. الطماطم دي بقى اللهم صل على النبي جميله، ب5 جنيه. جبت 3 وزنات، كل وزنة 5 كيلو، يعني ال3 وزنات كل واحدة 25 جنيه. التلاتة ب75 جنيه. دي من بتاعة التفاح، جبت منها الطماطم والتفاح والبطاطس. بقيت انقي طرية محمرة كده، دي هرميها في الفريزر. اما المصفرة شوية اللي زي دي مخوصة، دي هشيلها للسلطة. انا بحب عين الطماطم. انا على فكرة ما بحبش اطبخ بطماطم صبحة. بحب اطلعها من الفريزر وافرمها، ما بتبقاش مفتفتة كده، بتبقى اكنها صلصة زي اللي بتتباع في العلب بره. بسم الله ما شاء الله جميلة. دول عاملين 15 كيلو ب75 جنيه. دي 5 ودي 5 ودي 5، ب75 جنيه. كل وزن 5 كيلو. والبطاطس برضك، على فكرة البطاطس الكاميرا جايباها صغيرة برضك. خدت منها اللي قدامها كله برضك، قلت لها خدهم منهم في بعضهم كده، تحسبها لي بايه. حاولت ان انا اخدها منها ب4، ما رضيتش. قمت قايله يلا يا بنت بقى يا ام بوسي، اتكل على الله، هي حلوه، ما فرقتش من جنيه في الكيلو، بس هي في الشقة أحسن من الفلوس. دي تحت فيه كبير، دي بقى نقص صغننة. أنا بحب البطاطس المسلوقة قوي. دي أنقص صغيرة بهرسها، والكبيرة بعملها صوابع. أعمل صينية بطاطس، بعمل صوابع، بسلق. طول ما أنا قاعدة أنا بحب الحاجة في شقتي كده. عندي عيالي بسم الله ما شاء الله، يعني ممكن يسهروا لبعد الساعة 2، بعد ما يتعشوا يسهروا للساعة 2. ممكن في السهرة كده عايزين ياكلوا أي حاجة، فأنا بحب أجيب الحاجة في شقتي كده. بحب أنا الخير يكون في بيتي. ربنا يجعل الخير في بيتنا يا رب. و... والغلا اللي احنا فيه يعني ربنا يرخاها شوية من عنده. الحمد لله احنا أحسن من غيرنا، بس في ناس غلابة، في ناس غلابة يعني على قدهم. فما اعرفش، استغفر الله العظيم. يعني انا بشوف الاسعار اليومين دول، ربنا الله يكون في عون الناس، يعني اللي على قدهم. والتفاح ده برضك يعني بسم الله ما شاء الله، انا برميه عندي اوضه خزين جوه كده. بكون جايبه فاكهه مثلا برميها في الارض في بلاستيكيه كده، عيالي طالعين خارجين ياكلوا منها. على فكرة التسويقة دي ناقصة برضك، ناقصها خيار وبتنجان رومي. بس البومة كانت معايا في السوق، يلا يا ماما، يلا يا ماما، وسابني وكان هيجري مني. قلت له كده يا ادم، انا كده تسويقتي مش كاملة اصلا. يعني التسويقة دي مش كاملة. بس هكون نازلة بقى في نص الاسبوع ولا حاجة، اجيب كيلو خيار وانا جاية. اجيب، ما جبتش استفندي، ما جبتش خيار للسلطة. اللهم صل على النبي. يعني في حاجات ناقصة كتير.
بس يلا قلت بدل او حاجات حلوة بدل ما تكون الشقة فاضية خالص. بس ادهم السبب كانت ايديه مكسورة ووجعاه، فما كانش مستحمل. قلت له تعالى انزل معايا السوق هوي نفسك شوية، بس اتاريها جت على دماغي انا، ما عرفتش اتسوق بمزاج كده زي ما انا بتسوق. ده بقى السمك المقلي. انا بنضفه وبقطع، بشيل الخياشيم بتاعته كده وبفتحه، والاخر بجيب معلقه كده وبقشر بقى القشر اللي عليه دوت. بس اللهم صل على النبي، يعني انا مسجله الفيديو دون بعد ما اكلنا من السمك دو. كلنا شويت 3 كيلو مشوي. بسم الله ما شاء الله كان زي العسل. يعني العيال قالوا لي يا ماما ده السمك ده اول مره ناكل سمك حلو منك كده. دول ال3 كيلو المقليين. انا بحب اعمل الاكل ليه؟ يعني يكون عندي بزياده. العيل مثلا بعد ما بياكل بيجي مثلا بعد ساعه ساعتين كده الاقيه جعان، احب الاقي العيل يخش المطبخ يكشف الحله ويغرف وياكل. مع ان اللي يشوف عيالي يعني مش باين عليهم اكل، بس هما بقى صغننين كده. ربنا يبارك لي فيهم بس ويبعد عنهم العين يا رب والشر، ويفدهم لي ربنا. اصل السنة اللي فاتت دي في اخر السنة اللي فاتت، سنة 22، يعني حصل لهم كام حادثة واتكسروا كام مرة. ربنا يفتهم لي يا رب. دي كده بقى انا قشرت القشر بالمعلقة، ما بعرفش اقشره بالمقص. على فكرة اللي يومها الجو كان ساقع قوي، يعني انا كنت ماسكة السمكية مش عارفة امسكها، كانت ايدي ساقعة كده. احنا نضفناه هون وفتحنا بطنه وقشرناه. وده المشوي بقى. برضك المشوي انا بفتح بطنه بس. كان زي العسل. هو صغير على فكرة في الكاميرا، والله ده هو اكبر من كده، بس معرفش طالع صغير ليه كده. كده بقى انا فتحت بطنه. انا السمك المشوي بفتح بطنه بس، انا ما بعرفش. في ناس بيشوه ببطنه، بس انا ما بعرفش اشويه لما بنضفه وبحشي بطنه دي. يعني في تحبيشة كده انا بعملها وبحشي بطنه بيها، بيبقى معسل. بس بحشيه بعد ما بشويه. في ناس بيشووه بيحشوه الاول، انا ما اعرفش. كل واحد بقى له تكاته بقى. ده بقى فتحنا بطنه وبنزل مصارينه وحاجته، والسمار اللي في السمكة ده بغسلها وبشيل السمار دون بخليها بيضة قشطة كده. بسم الله ما شاء الله. بجيبه من واحدة اسمها، ما بحبش اشتري الا منها، اسمها خالتة حنان، بتحبني قوي. يعني بروح اشتري منها بتسيبني واقفة، اقول لها وانت سايباني عشان الزبائن بتيجي على وشي تقعد تضحك. اصل انا مرزقة، يعني ام بوسي دي مرزقة. المكان اللي بدخل فيه يعني بيبقى رزقه حلو. يا رب يجعل ايامنا كلها رزق يا رب وبركة، ويجعلها سنة سعيدة علينا كده يا رب. يا رب ويبقى رمضان الخير علينا يا رب. السمار ده بقى بشيله كده. هو بقى ما بيتغسل بالمية بقى بينضف عن كده. بسم الله ما شاء الله. يعني سمكة معسلة. في سمك باجي اكله كده بلاقيه مايع ملهوش طعم. لا النبادي يعني العيال بيشكروا في السمكة دي قوي. ده المقلي. ده بقى بعد ما غسلته وخليته قشطة فلة منورة كده. السمك ده بقى دي اتغسل. وده المشوي. المشوي طبعا ما قشرتوش، يا دوبك فتحت بطنه وخليته نضيف ازاي من جوه. طبعا ما بنقصش الدال ولا بنقص الحاجات اللي بره دي كلها زي المقلي، لا.
ده بقى اخدهم بقى، اكيس الكيس دون 3 كيلو مقلي و3 كيلو مشوي. انا بعد ما جبت التسويقه يعني اسيب السمك انام والسمك ما تنضفش؟ لا ما ينفعش، لازما. انا ما بعرفش ابيت السمك كده من غير ما انضفه. تيجي تنضفيه تاني يوم تلاقي بطنه بتتهري معاكي كده. اما كده بيبقى صابح في ايديك ويتقص، بيبقى المقص بيقرش فيه كده بيبقى حلو. اما تاني يوم ممكن تلاقي بطنه طريت في ايديك واتفخدت وباظ. دي البسارية بقى. البسارية دي انا كنت شلت منها كيلو، ده كيلو. كنت شلت منها كيلو، قلت يا بنتي يا ام ادهم كده، انتي جايه من السوق تعبانه طول النهار وقفت نضفت السمك، هتعملي اكل ايه بقى؟ العيال جعانه. بصراحه يعني البسارية انا ما بقلهاش، بس استسهلتها. قمت واخده كيلو وعملت عليها طبق رز وشويه سلطه. كنت سقعانه بقى، الولا قد ميدو كان جايب كيس هوت شوكليت الصغنن ده. قلت له هات يا ميدو كده، وقمت عاملاه، قلت اما ادفي نفسي. ده كيلو البسارية بقى اللي انا عملته. بس كان قمر 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 يعني. والجرجير بقى اكلنا جرجير معاه، والله الاكله دي يومها انا كنت اصلا جيت من السوق ما اكلتش وفردت حاجه التسويق فنطها كده، وعملت نضفت السمك وكانت بطني بتصوصه. كلنا والله وشبعنا، والكيلو كان كتير وفي بركه. الكيلو التاني بقى هنخلله. انا ما بحبش البسارية اجيبها، بس المضطر بقى. يعني جيت بعد ما خلصت تنظيف سمك والتسويقة وكده، قلت بقى هعمل ايه بقى؟ مكرونة. انا ما بحبش المكرونة اوي برضك، ما بتشبعنيش. ما بحبش الرز برضك، احنا هنا بنحب اكل العيش اكتر. يعني العيش بنشبع منه اكتر، الرز يعني مش قد كده. خبطت الرغيفين بقى انا والبت بوسي، اصل بوسي بتاكل لقمة وانا لقمة. بوسي ما بتاكلش بايدها خالص، انا اللي باكلها. كلنا بقى كيلو البسارية بقى. ينفع انام واسيبه ما فصصهوش؟ لا ما ينفعش. قمت قايله له تعالى هنا يا حلو، وقمت مفصصاه وغسلاه. سبتها بقى في المصفى، وتحت المصفى طبق صفت ميتها خالص، وكده هحط عليها شعرة ملح واقوم حطاها في كيس. هتلاقوها اتخللت بقى، وهنعملها في أكلة مع بعض إن شاء الله. بعمل جنبها رز وبطاطس مقلية وسلطة وبناكل. بسم الله ما شاء الله، كانت البسارية حلوة واتفصصت معايا بسرعة. وده كان فيديو النهاردة، ويا رب يكون عجبكم. وما تنسوش بقى تشتركوا في قناة أم بوسي، عشان هتتعلموا منها حاجات كتير حلوة وتكات حلوة. وما تنسوش الاشتراك فيها، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وباي باي.